هنسيب مصر ابدا تركع لاي ارهاب ولا تركع لاي ارهابيين. يعني زي ما انتم شايفين كلنا جايين واقفين، احنا من الصبح من المؤتمر للوقفه بنقول للعرب واخواتنا العرب والمصريين المغتربين وكل اللي في مصر تعالوا شرم جميله. الاسعار نزلت جدا جدا جدا، ارخص من القاهره. تعالوا واستمتعوا باجازاتكم واعياد راس السنه واجازات نص السنه، ومصر هتبقى مصر طول عمرها بولادها. احنا جينا نحضر المؤتمر اللي بتنظمه مؤسسه اخبار اليوم برئاسه الصديق العزيز ياسر رزق، والحقيقه كان مؤتمر مهم جدا ومحاور مهمه جدا. احنا النهارده جينا كنا حريصين معانا بقياده الزعيم عادل امام وفنانتنا الكبيره سميحه ايوب والوفد اللي موجود، بنقول مصر امنه، شرم الشيخ امنه، واحنا كفنانين مصريين تحت امر مصر، تحت امر اي رساله ممكن تخدم السياحه او تخدم اي قطاع في بلدنا، لان احنا مدينين لبلدنا لما اي حاجه احنا وصلنا لها. تعالى لمصر، ما تجيش على مصر، واحنا الحمد لله مصر بخير وبتستعيد عافيتها بسرعه جدا. الزعيم النهارده كلمه مهمه جدا من المصريين اللي بيشوفوك بره مصر وكل العالم بيشوفوك النهارده برموز كبيره جدا، بتقول لهم ايه النهارده من قلب شرم الشيخ على كمان خليج نعمه؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. رساله يا فندم بتقولها النهارده لكل المصريين. قلنا امبارح الرساله. يا شباب انا هو الزعيم يا شباب، رساله مهمه جدا ارجوك. رساله لكل المصريين، رساله حب وسلام من مصر للعالم كله. بلدنا بلد سلام وامان، وبندعوهم يجوا يستمتعوا معانا بالسياحه الجميله في اجمل بلاد العالم شرم الشيخ. رساله النهارده لمصر تقولها ليه؟ انا قلت لك يعني جايين نقول لا للارهاب. اكيد بنقول لكل الدنيا ان شرم امنه، واللي حصل ده حصل حاجه عارضه بتحصل في اي مكان في الدنيا، وادينا شايفين في كل حته في العالم، مش ناسيين الحادث الارهابي اللي حصل في فرنسا واللي حصل في بيروت واللي في كل مكان فيها الحوادث اللي هي بتعتبر خارجه عن القوانين العاديه، انما احنا بنقول بلدنا امنه وبلدنا فيها خير وفيها شباب زي الورد وفيها ناس حلوه وناس طيبه، واحنا لا بتوع ارهاب ولا احنا بتوع مفرقعات ولا احنا بتوع قتل ولا بتوع دم، واحنا عارفين الدين بتاعنا دين سماحه ودين اخلاقي وعايز اقول لكل الدنيا ان احنا كلنا في شرم، وكلنا ادينا قاعدين ومبسوطين ورايحين جايين في شرم، لا في اي حاجه، والمطار زي الفل والناس زي الفل، وليه نوقع البلاء قبل وقوعه اساسا ونقول ان ده حادث ارهابي ممكن يكون عطله في الطياره. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بقول لكل البلاد العربيه احنا في محنه، لازم ننشط السياحه الداخليه، السياحه العربيه، لان معروف طبعا ان شرم الشيخ دي ملتقى جنسيات العالم كله، ولكن احنا في ظروف دلوقتي لازم ان احنا نقف مع بعض، وده دور البلاد العربيه اللي حوالينا ان هي تنشط السياحه الداخليه عندنا، لان طبعا احنا عندنا هنا فوق 1,000,000 شاب موجودين في الفنادق بيشتغلوا وبيبتدوا حياتهم لسه. لازم ان احنا بدورنا وبدور الاخوه العرب ان احنا نقف وقفه كبيره، لان ما ينفعش ان فندق يقفل او اتنين. دلوقتي فوق حاجه و20 فندق قفلوا، فطبعا دي حاجه خطيره جدا وحاجه محزنه جدا جدا. يعني بقول لهم مصر هي بلد السلام، بلد المحبه، مصر عظيمة بشعبها العظيم، شعبها الطيب الكريم. بقول للعالم كله تعالوا شوفوا حلاوة بلادي وشوفوا عظمة بلادي وشوفوا شعب بلادي، هتتبسطوا وهنا في أمن وفي أمان، وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وإن شاء الله مصر لا يمكن حد هيمسها بأي سوء لأن ربنا حارسها، والحمد لله. وتحيا مصر. Coming in Egypt is safe. Come in Egypt is safe. Come to Egypt is safe. Egypt is safe. Come in Egypt and come in Sharm el-Sheikh. Thank you. Come to Egypt is safe. تسلمي الأيادي، تسلمي يا جيش بلادي، وتسلمي الأيادي، تسلمي يا جيش بلادي.